يلا بينا نعمل احلى واطعم بيتزا ممكن تدوقها. يلا بينا هقول لكم على طريقه سهله وحلوه قوي ليها. هنحتاج كوبايه لبن دافيه، هنحط عليها معلقتين سكر ومعلقه خميره وندوب السكر كويس قوي. بعد كده هنحتاج 3 كوبايات دقيق معجنات او بيتزا مع رشه فلفل اسمر، رشه ملح، ومعلقه كبيره اوريجانو او الزعتر المجفف. بعد كده هنقلبهم كده كويس، وبعدين هروح حاطه معاهم بضايه. البضايه بتحافظ على قوام العجينه نفسها. هنحط معلقتين كبار زيت، وبعد كده هنحط اللبن ونبدأ نلم العجينة بتاعتنا. لو حسيناها ناشفة ممكن نزود مية دافية، نزود كده مية دافية بالتدريج واحدة واحدة بالمنظر ده. قبل ما نعجن بقى على الرخامة نحط لها معلقة سمنة عشان تلم معانا. نرش على الرخامة حبة دقيق ونبدأ نعجنها، نفضل نعجن فيها مينيموم 15 دقيقة لغاية اما نيجي نشدها كده ما تتقطعش معانا، تبقى زي الاسترتش. وبعد كده اروح مغطيها كويس قوي بالزيت واسيبها تخمر لمدة ساعة. بعد الساعة بقى شايفين خمرته بقت شكلها حلو ازاي، ارجع اديها عجنتين كمان. بس هنا بقى بحط انا معاها معلقة قشطة. معلقة القشطة دي بديلة للبن البودر للناس اللي بتحب اللبن البودر. القشطة بتساعدها انها تديها طراوة حلو وطعم احلى. هنعمل بقى صوص البيتزا. هنحتاج معلقتين كبار زيت، هنحط عليهم 4 فصوص مفرومين توم. اول ما التوم يبدأ يطلع ريحته هننزل عليها بعصير طماطم، عصير تقريبا 4 حبات طماطم، وبعدين معلقة صلصة ورشة سكر، رشة ملح، ورشة فلفل أسمر مع ريحان ناشف، ونسيبهم يتسبكوا على نار وسط لمدة تقريبا من 30 ل 45 دقيقة. بعدين هنيجي بقى للحشو اللي انتوا تحبوه، سوسيس، لحمة، كفتة، برجر، اللي انتوا تحبوه. انا عملت فراخ، بحط لها ملح، فلفل، بابريكا، جنزبيل وبهار حلو. الجنزبيل بيديها طعم حلو جدا للفراخ. بعد كده احط عليهم مكعبات فلفل الوان، برضو الفلفل الالوان بيدي طراوه طعم حلو قوي للفراخ. بعد كده اسيبهم كلهم يتشوحوا مع بعض لغايه ما ميتهم تنشف، وبعد كده هدهن الصواني كويس زيت. عملت واحده ستافد كراست، حطيت فيها جبنه شيدر، ممكن تحطوا فيها موتزاريلا بس انا فضلت جبنه الشيدر. وبعدين بدات اقفل عليها كويس بعد ما فردت العجينه كويس قوي في الصينيه، وابدا اخرم. وحطيت من تحت جبنه جوده، ورحت للصينيه التانية دهنتها زيت، واخدت الكرة التانية الاصغر شويه فردتها كويس، خرمت العجينه وحطيت صوص البيتزا، وبعدين نحط الفراخ والزيتون. انا بحب احط معاها ترانشات بصل. عملت واحده وواحده، وحطيت موتزاريلا، ودهنت الحروف بقى بتاعت البيتزا بتاعتي بصوص البيتزا اللي انا عملته. وبعدين دخلتها فرن سخن على درجة حرارة 180، هتقعد جوه 15 دقيقة ل 17 دقيقة. اهم حاجة تبصوا كده على القعر، ترفعوها كده شوية تشوفوا القعر لو احمر خلاص تطلعوها هي كده تمام استوت. بس كده، وهتطلع لكم بعد كده بالشكل ده. وجربوا بقى الطريقة دي هتعجبكم جدا جدا. وباي ذا واي العجينة دي ينفع تتشال في الفريزر وهتطلع طعمها حلو جدا اكنها لسه طازه، لسه معجونه دلوقتي. بس جربوها وقولوا لي رايكم واعملوا لي سبسكرايب.